نبدأ مع ماكيمة اللي بتقول لدينجي ان هم عايزين يقتلوا الشيطان المسدس، وده اخطر شيطان عرفوه لحد دلوقتي. ظهر لاول مرة من 13 سنة في الولايات المتحدة الامريكية، وبعدين اختفى ومكانه مجهول لحد الان، وبيكون اقوى شيطان عرفته البشرية لدرجة ان قاتلي الشياطين متشوقين لقتله، وبتقول خد ان انت اللي هتقتله لانك مميز اكتر من اي صياد تاني. تكمل كلامها وبتقول ان من 13 سنة الناس كانت خايفة من خطر المسدسات والقتلى اللي بيموتوا بسببها، وانها كانت بتهدد حياة الناس، وكانت في الفترة دي اي مظاهرات ضد استخدام المسدسات. وقت ده ظهر الشيطان المسدس لأول مرة، وهي بتتكلم بنروح لذكريات اكاي، واللي بنعرف ان اخوه توفى في الهجوم اللي حصل من الشيطان المسدس، واللي كان اكاي بيكلم والده عايز يلعب معاه، بس والده بيقول ان اخوه مريض وهو بيهتم بيه دلوقتي، بس اخوه في عز تعبه بيقوم ويصمم يلعب مع اكاي علشان ما يزعلش ويحس بالوحده، وبيفضلوا يرموا على بعض كرات التلج لحد ما تايو اخو اكاي ايده بالتلج، بس بيقول له روح هات القفازات علشان تدفي ايديك. اول ما بيدخل البيت قام انفجار ضخم بيطير البيت في رمشه عين. بتكمل ماكيمة وبتقول ان الشيطان قتل 1,200,000 ناس، بعدها اختفى وما ظهرش تاني، ومن اللحظة دي الناس بقت بتخاف من الشياطين اكتر، وده اللي خلى الشياطين تزداد قوة. وبتسأله هل هتقدر تقتله، فبيقول لها هبذل كل جهدي. بعدين بتوريه جسد الشيطان المسدس وبتقول له انه هرب بسرعه كبيره جدا لدرجه ان جزء من جسده احترق ونزل في الارض. بعد كده بنلاقي قسم 4 وهم متجهين لفندق موجود فيه شيطان ورايحين علشان يقتلوه، علشان معتقدين ان هو اكل قطع من لحم الشيطان المسدس. بس دينجي بيقول ما يمكن الشيطان المسدس هو كمان في الداخل، بس اكاي بيرد عليه وبيقول له لا، هيحصل جذب كبير لقطعه اللحم بتاعته لو كان موجود هنا، بس الجذب ضعيف جدا. المهم بيظهر واحد من الفريق وبيقول لاكاي هو ينفع الاثنين الهبل دول يغطوا ظهرنا، قصده يعني على دينجي وبارو، بس اكاي بيقول له لا، دول هيكونوا في المقدمه، لو انضموا للشيطان هنقتلهم معاه. بارو بتقول له ايه المعامله الحقيره دي يا عم اكاي؟ بيقول لهم انا بكرهكم انتوا الاثنين جدا ومش بكن ليكوا اي ذره احترام. بعدين بنلاقيهم وهم داخلين الفندق وبتحصل ما بينهم مشاجره. بيسال اكاي عن المستجدين هل هيكون ليهم فايده، بترد بسؤال وبتقول له هل هيقدروا اصلا ينجوا بحياتهم. بيقول لها اكاي انا ما عمري اشتغل معايا حد الا لما يموت او ينتقل للقسم المدني بعد سنه. فبتبص له وتقول له ما تموتش يا اكاي، خليك على قيد الحياه. تفتكر لما شريك ليها مات واتدفن واول مره تشوف فيها اكاي، وكانت بتقول له انها كل ما يكون ليها شريك بيموت وانت شريك السادس ويا ريت تكون مفيد، ما تموتش انت كمان. المهم بيشوفهم وهم متجهين الشيطان واللي هامينه بتحس بيه، يقول لاكاي انه متجه ناحيتنا، وفجاه بيفتح الباب ويخرج شيطان قزم بقدمين وبيتجه ناحيتهم ولسه هيهجم، بس هامينه بتمسكه بقوتها الخفيه، فبتروح بارو اسمان نصين معتقد ان هو خاف منها واتجمد في الهواء. بتقول لها هامينو لا دي قوتي، انا متعاقده مع شيطان الشبح مقابل اطعامه عيني الشمال. المهم اكاي بيقرب لحم الشيطان المسدس من الشيطان ده علشان يشوف في استجابه ليها ولا لا، بس بيلاقيه مش الشيطان المطلوب، وبيقول لهم هيطلع للدور اللي بعد كده. المهم وهم طالعين للدور التاسع بيكتشف اري ان هم رجعوا للدور الثامن مره تانية، فبيقول لهم ان في حاجه غلط بتحصل وانه هينزل يستكشفها، بس بينزل وبتحصل الصدمه لاري، تلاقيهم واقفين على السلم بعد ما سابهم فوق. اللي بتساله هامينو انت مش كنت نازل من شويه؟ بيبص لها وبيتصدم. كلهم بيحصل لهم ذهول وخوف وذعر من اللي حصل ده. وبتخلص لحد هنا الحلقه، وما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير والاشتراك، والسلام.